أغنى 4 لاعبين كرة قدم في فرنسا. الرقم 4: أنطوان غريزمان، نجم كرة القدم الفرنسية، جمع ثروة تقدر بنحو 90 مليون يورو. حصل غريزمان على رواتب عالية للغاية، خاصة خلال فترة وجوده في أتلتيكو مدريد وبرشلونة، وعند عودته إلى أتلتيكو. خلال فترة وجوده في برشلونة قدر راتبه السنوي بنحو 17 مليون يورو. رقم 3: نجد كريم بنزيما، جمع المهاجم الأسطوري لريال مدريد المتواجد حاليا في المملكة العربية السعودية ثروة تقدر بأكثر من 80 مليون يورو بين عقوده مع ريال مدريد وأدائه في المملكة العربية السعودية وشراكاته مع علامات تجارية مثل أديداس. يواصل بنزيمة إثراء أصوله. وفي المركز الثاني لدينا أوليفييه جيرو، بفضل مسيرته الكروية التي قضاها في أندية مرموقة مثل أرسنال وتشيلسي والآن ميلان، وقع جيرو عقودا مربحة. وفي ميلانو سيحصل على راتب يقدر بنحو 3.5 مليون يورو سنويا، مع ثروة تقدر بأكثر من 15 مليون يورو. يثبت أوليفييه جيرو أنه موهوب في إدارة شؤونه المالية كما هو الحال داخل الملعب. ومن تعتقد أنه رقم 1؟